السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاطمة الزهراء كمون، مديرة مركز عماد المستقبل للخدمات الطبية والشبه الطبية بمدينة حد سوالم. بالنسبة لهذا اليوم فنحن نحتفل بافتتاح المخيم الحضاري حد سوالم في نسخته الرابعة تحت شعار مخيم للجميع. هذا المخيم الذي يستفيد منه العديد من الأطفال، ما يناهز 100 طفل من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع درجاتهم. لمدة المخيم فهي مدة 7 أيام، من اليوم إن شاء الله يوم الاثنين إلى يوم الأحد. بالنسبة للمخيم فهو بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن هذا المنبر أود أن أشكر السيد عامل إقليم برشيد السيد نور الدين أعبو على هذه الالتفاتة الجيدة في اتجاه هذه الأطفال وهذه الشريحة المهمة من أجل الاستفادة من العديد من الخدمات الطبية والشبه الطبية وكذلك الصيفية الترفيهية للأطفال. المخيم فأنا أتمنى أن يكون إن شاء الله أن يكون ناجحا بجميع المقاييس. فالحمد لله نحن نتوفر على أطر تربوية وتقنية جيدة وفي المستوى، والحمد لله نحن في النسخة الرابعة، لهذا فنتمنى أن يكون كل شيء بأحسن حال. بالنسبة للكلمة الأخيرة أود أن أشكر جميع المتدخلين والشركاء في إنجاح المخيم. فأود أن أشكر جماعة حد سوالم وكذلك جماعة الساحل ولاد حريز وكذلك السلطة المحلية من أجل إنجاح هذا المخيم إن شاء الله. السلام عليكم. سفيان الطالبي، إطار تربوي وكذلك مشرف على الشؤون التربوية داخل المخيم الحضاري في نسخته الرابعة لجمعية عماد المستقبل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة حد سوالم. الحمد لله نحن نقف الآن بصدد فعاليات أو افتتاح فعاليات المخيم الحضاري اللي الحمد لله إقبال لا من ناحية الساكنة ولا من ناحية آباء وأولياء كذلك المستفيدين وكذلك السلطات المختصة اللي مشكورين على الحضور ديالهم معنا. الحمد لله نتوفر على طاقم تقني متمكن وطاقم تربوي متمرس في الميدان من أجل إنجاح هذه الفعاليات ومن أجل الكلمة اللي هي من حقي حتى أنا نخيم. هنا يكون الحديث على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كنلقاو بزاف عزوف كبير على من ناحية تخييم هذه الفئة بالضبط. والحمد لله النسخ الثلاث الفائتة كانت نسخ متميزة، وحنا في النسخة الرابعة اللي كنتمناو أنها تكون أحسن من النسخ الفائتة إن شاء الله. وكنوجهوا تحية لجميع من شارك في إنجاح هذه الفعاليات، وكذلك كنوجهوا الدعوة لكل من ساكن هذه مدينة حد سوالم ومن ساكن هذه مدينة برشيد، أي واحد عنده وليد في حالة صعبة أو في وضعيات ديال اللي في وضعية إعاقة مرحبا به معنا في جمعية عماد المستقبل. اللي فتحي أخصائي نفسي، اليوم كنتواجدوا بالافتتاح الحضاري ديال المخيم الحضاري بحد سوالم واللي كيعتبر واحد المتنفس وترفيه للأطفال. شكرا.